أولاً حابة أوضح شغلة أنا قلتها أكثر من مرة، واللي هي عبارة المتزمتين. حابة إني أذكر وأوضح تماماً إنه أنا لا أقصد أي فئة معينة. أنا مفهومي عن الإسلام إنه سيدنا محمد اللهم صل عليه كان جاره يهودي وكان يوده، فما بظن إذا النبي تبعنا بيود جاره اليهودي إنه يكون دين متزمت. وإذا نبينا ود اليهودي فالعلوي والمسيحي وجميع الفئات اللي عنا موجودة بسوريا أولى إنه نودهم. فأنا لا أقصد أبداً فئة معينة أو دين معين، أقصد مجموعة من الناس اللي فكرهم متزمت وبينتموا بصراحة لجميع الفئات. هن المجموعة اللي بترفض أنه تسمع لأي وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظرها. بس أنا حديثي اليوم هو للمعارضة السورية مرة تانية. أولاً بدي أشكركم على كل جهودكم، وأنا بكن لكم كل الاحترام وكل التقدير لكل جهودكم اللي بنيتوها ووقتكم والتاريخ اللي أنتم مضيتوا سنين وأنتم عم تشتغلوا للمعارضة. هي مو شغلة جديدة يعني. فأنا بحترم كل جهودكم. بحب أوضح لكم أنه أنا كلامي اليوم بتمنى أنه ما يجرح حدا وما يزعل حدا، لكن بصراحة الكل هيك حاسس، فسامحوني إذا أنا كلامي كان قاسي شوي. بس بدي أسألكم، يعني شو عم تعملوا؟ يعني صار المعارضة، صار الثورة السورية 6 أشهر، سوريا عم تنزف من 6 أشهر وما عرفتوا تتفقوا مع بعض. كل واحد ماسك لي أيديولوجية وفرحان فيها ومتمسك فيها كأنها كلام منزل. يعني رح أقلكن أنا شو تشبيهي للطريقة اللي أنتم عم تمشوا فيها. كل واحد شايف الأيديولوجية تبعه هيك فرحان فيها، شيء بيطير العقل. أنا هذا أحسن شيء شفته بحياتي وهي الطريقة المثلى، وأنا ما رح شوف غير هالشغلة هي وبس. وماشي وعم يخبط بكل إنسان بيعارضه، مو بس عم يخبط فيه، ماسك سكينة وعم يدق بكل واحد بيعارضه. بجوز بتضحكوا، بس هذا اللي عم يصير. يعني رافضين انه ترفعوا تحطوها هون، بس ارفعوا شوي، عطوا مجال لغيركم يحكي، عطوا مجال لغيركم يعبر عن رأيه. إذا أنت شايف أنت الفكرة تبعك هي أعظم فكرة بالكون، شيء رائع وكتير منيح، وما في مانع إنه الشعب السوري يسمع لمقترحاتك ووقت يصير انتخابات ينتخبك إذا كانت فكرتك رائعة. بس ما في مانع هلأ نحن كل ما عم نطالب بمجلس انتقالي، يعني تعوا يا كل أطياف المعارضة السورية من جميع أشكالها، تعوا نتفق على إسقاط النظام. انتوا عم تعارضوا بعض، ما عم تعارضوا النظام. نسينا يعني. أنا بس بشوف على الفيسبوك في انتقادات للمعارضين، للأسف الأشراف أكثر ما يكون في انتقادات للنظام. يعني كل ما هنالك بنطلع على الفيسبوك وبننقل والله هون طلع في واحد اعتقل وواحد اتعذب وواحد اتبهدل، وبننقلهم مثل ما هي. بس الناس عم تحط جهدها ووقتها بشو؟ بالانتقاد لكل المعارضين. يعني إذا واحد قال أنا بدي دولة ديمقراطية، بيقولوا هذا واحد علماني ملحد ما بدنا نسمع له. وإذا واحد قال أنا بدي دولة شرعية، بدي دولة إسلامية، كل الناس بتطلع معه وبتقول هذا إخوان مسلمين وما حدا يسمع له. يعني يا جماعة خلينا نهدى شوي ونفكر بمصلحة سوريا، لأنه بغض النظر بلدنا ما لا فئة واحدة. يعني لكل اللي بتمنوا إنه سوريا تكون والله دولة إسلامية بتمشي على شرع الله، هذا شيء حلو كتير، بس هذا للشعب السوري إنه يقرره، مو لفئة معارضة. أو إذا كان الطلب هو إنه تكون دولة علمانية ما دخل بالدين، كمان هذا للشعب السوري إنه يقرره. أنا مالي مع أو ضد أي فئة، أنا مع الشعب السوري إنه يقرر مصيره. وإذا أنتم ما اتفقتوا ما توحدتوا ما رح يتم هالشي. يعني بينما أنتم عم تقولوا عم تختلفوا، شو بدنا نسميها؟ الجمهورية العربية السورية ولا جمهورية السورية؟ بدنا العلم القديم قبل ما تجي حزب البعث ولا علم حزب البعث؟ بدنا آيس كريم على شوكولاتة ولا على فانيلا؟ يعني معقول هالحكي هذا؟ معقول هالحكي هذا؟ الناس عم تندبح. يعني فكروا بأم حمزة الخطيب، وفكروا بأم كل هالشهداء، وفكروا بهالسكالة كلهم هدول اللي ماتوا أزواجهم وعندهم أيتام عم يربون، كلهم بنات بالعشرينات. مو حرام إنه أنتوا عم تضيعوا وقت على شغلات ما لا طعمة؟ يعني مشتهية يكون عندكم خلاف جذري
مشتية واحد يكون عنده خلاف جذري عن الثاني، بتطلعوا لي على التلفزيونات ومن مؤتمر لمؤتمر وبعدين وكل واحد أشطر من الثاني كيف يكون دبلوماسي شلون ما يجاوب على السؤال، وما ينفي إنه رافض إنه يساعد المعارض اللي حاول يعمل أي مبادرة لإنشاء مجلس انتقالي. واضح هالشي هذا. وبحكي لكم شغلة رح تجرح كل إنسان عم يدق بأخوه المعارض، كل معارض عم يحكي بالعاطل عن المعارض الثاني، عم تورجينا أنك أنت مالك مع مصلحة البلد، لأنه كل واحد من هدول المعارضة بيمثل فئة من سوريا ولازم تحترمه لأنه بيمثل فئة من سوريا. فإذا أنت كل ما واحد حكى كلمة بدك تحكي عليه بالعاطل وبدك يعني شلون فينا ندق فيه لحتى يفشل، ما حدا غبي. الشعب السوري ذكي وواعي وعم يعرف أن أنت عم تحاول تورجي حالك قديشك أنت ما في منك وقديشك أنت صح وكل غيرك غلط. خلينا نبطل هالشي هذا، خلينا نحترم بلدنا ونحترم هالشعب هذا اللي عم يدمي الشعب. حرام عليكم بقى، حرام عليكم. اتفقوا وتوحدوا وتذكروا انه هي ما لها انتخابات لرئاسة سوريا، هي انتخابات لمجلس انتقالي بده يمثل السوريين لحتى المجتمع الدولي يقدر ياخذ تصرفات ضد هالنظام الظالم الساقط. وإذا ما عم تعرفوا تركزوا، ما في دول العالم تعمل شيء، ما في تدافع، ما في جهة رسمية تحكي معها. يعني حنعمل ثورة على المعارضة شوي تاني. بترجاكم انه ترجعوا وتفكروا بمصلحة سوريا، فكروا مصلحة سوريا رجاء.